السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي افكار بسيطه مع سومه. اليوم غادي نحضروا عصير صيفي بسيط وسهل وكيجي رائع في المذاق، فقط بثلاثه ديال المكونات. وخليكم مع الفيديو ونبداو المكونات على بركه الله. اول حاجه عندنا بنانه وحده، حبه وحده فقط، وعندي حبه ديال المانغو وجوج ليمونات، وهنا كانت عندي نص حامضه مجمده. يعني غندير غير شويه، شي قطيره ديال الحامض باش كيعطيو واحد البنه اللي زوينه. وهذا العصير كيجي رائع وكيعجب الكبار وحتى الصغار، وبالاخص حيت فيه الليمون او البرتقال كيعطي واحد المذاق اللي زوين ورائع في فصل الصيف، كيكون المذاق ديالو خطير. وعنده بزاف ديال الفوائد اللي هي صحيه للجسم، وحتى في فصل الصيف كيساعد على يعني داك الارهاق اللي كيكون، وحتى الجسم ديالنا في فصل الصيف كيفقد بزاف ديال الماء بسبب التعرق. وبالنسبه للمانغو او عصير المانغو هو مضاد للارهاق وحتى لهذا الامر، وفيه بزاف ديال الفيتامينات والمعادن اللي منهم الفيتامين سي والفيتامين مجموعه ديال الفيتامينات بي، وحتى كيقلل من التعب والتقويه ديال الجهاز المناعه. هو مفيد بزاف لهذا الامر، وكينصحوا به عفوا الاخصائي ديال التغذيه بزاف، لان فيه بزاف ديال الفوائد ويعني والفيتامينات. وزياده على ذلك حتى بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم المشكل ديال الهضم، كتكون عندهم المعده ما كتهضمش مزيان، وبالنسبه للناس اللي كيكون عندهم المشكل ديال الامساك، يعني الفوائد ديالو كثيره ومتعدده. وهادو كانوا غير بعض المعلومات اللي هي بسيطه. من بعد هنا خدينا قشرت المانغو وقطعته قطع، وغادي نضيفو الخلاط الكهربائي. ومن بعد هنايا غادي نقشر البنانه وغادي نقطعها حتى هي قطع صغار، ومن بعد غنغسلها وغنضيفها حتى هي الخلاط الكهربائي. خليكم مع الفيديو. ومن بعد غادي ندوزو العنصر اللي حتى هو اساسي في هاد العصير اللي هو البرتقال. غادي نقشرو وغنحيد ليه حتى ديك القشره البيضاء، ومن بعد غادي نقطعو وغادي نحيد منه حتى دوك الحبيبات اللي كيكونوا الوسط. وبالنسبه لاي عصير في هذا الوقت او في هذا الوقيت ديال الصيف، كيف ما قلت لكم كيكون فيه الليمون، راه كيكون منعش ولذيذ بزاف، وبزاف ديال الناس كيزعموا على العصير اللي كيكون فيه البرتقال في فصل الصيف. وهنا من بعد ما ضفت عفوا العناصر كامله الخلاط الكهربائي، غادي نضيف عليهم تقريبا 2 معالق حتى 3 كبار ديال السكر سنيده. ومن بعد غادي نعصر عليهم شويه ديال الحامض. بالنسبه للحامضه اللي قلت لكم خرجتها من الكونجيلاتور. وهنا من بعد غادي نضيف كاس ديال الماء. المهم كيف ما كتشوفوا، المهم كاس ديال الماء متوسط، ما كبير ما صغير، وغادي نخلط المكونات. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم والعصير ديال اليوم. كنتمنى ينال اعجابكم وتجربوا العصير حتى هو وينال الاعجاب ديالكم. وكل فيديوهاتي كما كنقول لكم دائما يلقاكم في احسن الاحوال وفي صحه جيده ان شاء الله. وبالنسبه للعصير اللي هو سهل التحضير، وبالنسبه للكميه كتخرج كميه اللي هي معقوله وكبيره، يعني مناسبه لجميع افراد الاسره او الاصدقاء. وكنتمنى
دعموني بلايك واشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة.